السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ بارحب بكل اللي بيتابعونا على قناة بيت العيلة، معاكم أحمد إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض شيبسي، هنعمله بطريقة سهلة جدًا، جدًا، و يعني مش محتاج أي حاجة خالص، وطريقة حفظه كمان هنعملها مع بعض. إن شاء الله النهارده هنجيب البطاطس بالشكل ده متقشرة ومغسولة بالشكل ده، هنقطعها إما بالكبة بكهربا أو معندكيش كبة هنقطعها بماكينة الشيبسي اللي هي اليدوية بالشكل ده، أو المبشرة بالشكل ده والقشّارة بالشكل دهوّة، أي طريقة تعجبِك، إحنا هنعملها باليدوي لإن مش هاعمل كمية كبيرة يعني، تمام. نعملها بالشكل ده، تبقى حلقات بالشكل ده زي ما أنتم شايفين رقيقة جدًا أهي، تمام، لحد ما أخلّص الكمية بتاعتي كلّها، وهاحطها طبعًا مغسولة تمام بالشكل ده، وهنيجي حاطة عليها شوية خل وشوية ملح، تمام، واسيبها حوالي نُص ساعة. الملح والخل ده الطعم اللي أنا هاحطه عليها. البطاطس دي من النوعية اللي هي الحمرا اللي هي بيعملوها اللي هي بطاطس الشيبسي اللي بيعملوها المصانع كلّها بيستخدموها كلّها اللي هي البطاطس الحمرا، دي بتتعمل شيبسي من أقل حاجة ومن غير أي حاجة وتحط عليها الطعم اللي يعجبك. أنا هاحط عليها خل وملح، ليمون، شطة، اللي أنتِ عايزاه توابل كده. بتجيبي زيت غزير وبتنزلي بيها واحدة ورا التانية بحيث إن هي تكون مفرّقة ما تكونش لازقة في بعضها، خلاص؟ وهننزّلها في زيت غزير، لحد ما يبقى اللون بتاعها اللي هو اللون الدهبي الجميل ده، ما نحاولش نغمّقها نخلّيها لونها حلو يعني، وهتلاقيها بتقرمش معاكِ وجميلة جدًا، وهنطلّعها على مناديل مطبخ، وبعد كده هتكون جاهزة معايا. طب نفترض إن أنا ما لقيتش البطاطس الحمرا ديّة اللي هي أصلًا بتاعة الشيبسي اللي هي بتقرمش معايا ويعني وبتبقى بتدّيني الtaste بتاع الشيبسي زي اللي أنا باشوفه، وجِبت مثلًا اللي هي البطاطس الرملية أو البطاطس العادية اللي هي بتاعة الطبيخ اللي بتحمَر ديّة اللي هي ما بتنشفش معايا. إزاي أخلّيها تنشف معايا وتبقى زي الشيبسي؟ هاجيبها هاكون برضه نفس اللي أنا عملته بنفس الخطوات دي كلّها، ولكن هاكون مجهّزة مَيّة مغلية ومَيّة متلجة يا ريت يكون فيها قطع تلج، خلاص؟ وهانزل بيها برضه بعد ما عملت الخطوات اللي أنا عملتها ديّة وحطيت عليها خل وملح وكل الكلام ده، زي ما أنتم شايفين اللون بتاعه جميل إزاي، خلاص؟ وبعدين هنيجي حاطين الشيبسي بتاعنا نازلين بيه في المَيّة المغلية، عدّي على إيديكِ من 1 ل10، من 1 ل10 بالضبط، يعني حوالي 10 ثواني، وتيجي مطلّعاه من المَيّة ومدّية له صدمة حاطاه على طول في المَيّة المتلجة اللي هي بالتلج، تمام؟ وبعد كده يا ستي لمّا تبرد تقدري بقى تحفظيها في الفريزر تبقى جاهزة على القليان في أي وقت مثلًا، في سحور، في فطار، في أي حاجة داخلين على رمضان كل سنة وأنتم طيبين، أو في أي وجبة تكون سهلة وسريعة، أو إنِّك أنتِ تقليه على طول في الزيت بالشكل ده تنزلي بيه على الزيت على طول هتلاقيها جميلة جدًا معاكِ وما فيهاش أي حاجة، خلاص؟ وزي ما أنتم شايفين يا جماعة شوفوا شكله عامل إزاي، وهتلاقيه مقرمش جدًا، جدًا، بُصّوا بافرفت فيه جامد. على فكرة أنا باعمل كمية كبيرة وباشيلها في كيس وباقعد مثلًا 3، 4 أيام والّا 5 أيام، أسبوع كمان أستخدم منها ويفضل مقرمش معايا بالشكل ده، وكأنه لسه معمول حالًا، ما فيهوش أي حاجة يعني براحتك خالص تقدري تحطي عليه الطعم اللي يعجبك، أنا ما بافضّلش الأطعمة اللي هي بتبقى برّه اللي هي الجاهزة دي، أنا باحب أحط عليه أي حاجة طبيعية، خل، ليمون، ملح، أي حاجة من البيت، شطة كده. أرجو تكون الحلقة عجبتكم، إن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.